بيعفور. هاي المزرعة الجميلة المهواية. طبعا هذا مو إعلان لبيع مزرعة، هذا معمل كبتاجون كان يستخدمه ماهر الأسد لتجهيز حبوب الكبتاجون هون والمخدرات ليتم تصديرها على كل دول العالم. بالوقت اللي كانوا أهلنا عايشين بالمخيمات تحت القصف وتحت الشوب وتحت البرد، أخذين هن أحلى مزارع بالبلد. مشان شو؟ مشان يعملوها حبوب مخدر ويعملوها معامل لتنتج حبوب مخدر ومخدرات ليتم تصديرها وتخريب الشباب في الوطن العربي. أهلنا في الأردن مبروك مبروك عليكم، لأنه أنا حاسس فيكم هلكتوا على حدود، وأنتم كل يوم تمسكوا حملة، كل نهار تمسكوا شحنة. نظام الأسد عم يطالعها على أراضيكم ليتم ترويجها وبيعها. أهلنا في الدول العربية في الخليج مبارك عليكم، مبارك علينا النصر ومبارك عليكم خلاصكم من هذا المجرم اللي كان يخرب شبابكم ويخرب الشباب بشكل عام بتصدير هذه المواد المخدرة. طبعا هذا المعمل مثل ما كنتم شايفين بأقسامه الكاملة، ببلش من الصفر، من العجانة لخلط المواد الكيميائية، لتدخل أيضا قسم الإنتاج، قسمين الشباب يعني عاملين هون مستودع، هون قسم إنتاج، هون كذا تغليف، بالإضافة أنه في معدات ثقيلة لترفع الكميات الهائلة اللي بتنتج من هون ليحملوها في سيارات ويصدروها. هذه كلها مواد كيميائية، ما عم نقدر ندخل من شدة خطورة هاي المواد، عم ندوخ على قد ما الريحة صعبة وثقيلة. هذا قسم النهائي في هذا المعمل، هذا قسم الإنتاج، في عدة معدات تخضع مواد لعدة مراحل، من العجانة لمكبس الحبوب يلي هو مخصص لكبس الحبوب، خلطة وكبسة ليخرجوها بالأخير بالنهاية بهي الماكينة لتطلع حبة سامة تتغلف وتتعبأ وتتحمل وتتصدر بأبشع الطرق. عندهم عقول وذكاء بالإجرام. لو هذا الذكاء والإجرام يستخدم لصناعة هذا البلد، لصناعة الشباب، ترى ما كنا وصلنا لهذا الحال. من واحد من معامل المخدرات في منطقة يعفور. طبعا هذا المعمل تحت رعاية ووصاية المجرم ماهر الأسد. هون بتكون المرحلة النهائية يلي بتم تجهيز الحمولات. هون مثل ما كنتم شايفين الآليات الثقيلة لترفع هاي المواد وتحملها وتحملها بشاحنات للتصدير. طبعا في أيضا أنواع مخدر ثانية، مو فقط الكبتاجون، في أنواع أخرى والله شو اسمها، أتشبوز. في نوع من أنواع أتشبوز، هذا بتحرق وبتشعل، هذا بيذهب العقل تماما، بتصير أنت إنسان غيرك، بتصير إنسان آخر غير متزن، ما عندك أي اتزان. عشرات المعامل لحد الآن وبشكل يومي إدارة العمليات العسكرية عم يكتشفوا، وبشكل يومي الدولة عم تكتشف معامل جديدة وعم يقوموا بتدمير هاي المعامل لنخلص إن شاء الله. معنا أخونا أحد المؤثرين الرحالة من الكويت، يا حياك الله، أنتم نورتنا، إعلاميين متميزين، الله يحفظكم ومحبوبين الله بالعالم يحفظكم. كلهم. كم سنة صار لك ما جيت على سوريا؟ والله صار لي 13 سنة. ليش ما جيت من 13 سنة؟ للأمانة جاتني دعوات ولكن ما حبيت إني أجي، وكان النظام موجود، لأن هناك من أخواننا يتقتلون ومجازر، فيعني مهب حلو إني أنا أزور الشام وأعطي إن انطباع الأمور طيبة ولا في أي شيء وسياحة. اليوم أنت رافقتنا؟ قبلت الأمر هذا للأمانة. نعم. بعد سقوط النظام على طول جيت، ثاني يوم أنا داخل ما شاء الله ما شاء الله عنك، هذا حب وشوق لأهل الشام. والله يستاهلون أهل الشام، الله يحفظك، إخواننا وأهلنا وناسنا. و13 سنة الكويت إيدنا بإيد الشام. نعم ونسلم. نعم هاي جزئية رح نوصل لها بنهاية المقابلة. اليوم أنت رافقتنا لمعملين مخدرات تم اكتشافهم تابعين للفرقة الرابعة، يعني شافت عيني. احكي لنا شو اللي شفته. والله شيء يعور القلب الأمانة، قسما بالله العظيم إنه تقطع قلبي من الداخل. يعني دمروا الشباب، دمروا الناس، دمروا الدنيا. يعني الحين انصدمت انهم بلغون ان في 60 معمل الى حد الان. نعم. لكن نقول ان شاء الله قربت نهايتهم جميعا باذن الله. ان شاء الله، وان شاء الله سوريا ترجع افضل من قبل ونرجع نشوفكم بيناتنا. خير والله وهن مو قريبا رح ينتهوا، هن انتهوا
نعم. خلصنا لا منهم. انا عن تجار المخدرات، تجار المتواجدين المخدرات برا في سوريا. الدول الأخرى. إيه، المتواجدين برا سوريا. خلص المركز الحمد لله رب اللي العالمين. كان يمولهم بالحبوب راح. هذه بفضل الله سبحانه وبفضل النشامه اللي إن شاء الله. الله يحفظك يا رب، ونورتنا وميت أهلا وسهلا بين يطول أهلك عمرك. وإخوانك. إي والله يا الحمد لله حياكم الله. وإخوانك. الله يحفظك. الله يرفع قدرك. مثل ما كنتم شايفين، هذا أخونا من الكويت حكى شهادته اللي شافها أمام عيونه. أخونا رافقنا على عدة معامل مخدرات ليشوف بعينه، ليرصد لأهلنا في الكويت إنه هذه الحبوب من وين كانت تخرج ولوين كانت تروح.